بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل. أعزائي أعضاء جروب وقناة أرانب جد عصام، عزيزي مربي الأرانب المبتدئ، أتمنى لما يوصلك الفيديو ده إن أنت تكون في أتم صحة وفي أسعد حال، اللهم آمين يا رب العالمين. دي الأرنبة البكرية اللي ولدت من يومين وأول مرة تولد، وانا قلت لكم في اول فيديو انا عملته هنشوف الارنبه دي هتنتف وهتولد طبيعي ولا لا. الحمد لله نتفت وولدت. قلت هعمل فيديو تاني نشوف هل الارنبه البكريه ممكن ترضع برضه ولا ساعات ما بترضعش او الحاجات اللي بتحصل دي. حضرتك شايف الارانب انا برش كل 10 ايام، مره ديزانون مرة يود. المهم ان لازم ترش الارانب كل فترة، والصيف داخل علينا رش ما تخافش. هتلاقي الارانب اهي عمالة تلمع في نفسها بعد ما بترش كده. انت بتقتل بكتيريا كده، بتقتل فيروسات، بتبقى حاجة كويسة مش حاجة وحشة. ممكن ترش حضرتك برضو بكلور، بس ما تجيبوش على وش الأرنب وعلى خفيف البطاريات والحاجات دي. نرجع لموضوعنا تاني. بالنسبة للأرنبة البكرية اللي ولدت، نشوف هل هي رضعت ولا ما رضعتش. طبعا أنا كل يوم كنت ببص على الخلفة بتاعتها واشوف هو في واحد مات من الخلفة بتاعتها، بس انا بتأكد هل الخلفة بتاعتها رضعتهم ولا ما رضعتهمش. نبص كده ونشوف ايه اللي تم مع الارنبة البكرية. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اللي يهمني دلوقتي حاجة واحدة، نشوف هل هي بترضع ولا ما بترضعش. بص كده حضرتك، الارانب بسم الله ما شاء الله كبرت وزقلطت اهي اهي. بص حضرتك اهو كده، الحمد لله هي بترضع. وهنتابع مع الارنبه دي ونشوف عيالها ايه اللي تم معاهم وايه اللي حصل معاهم. يبقى كده الحمد لله الارنبه البكريه ولدت وبترضع وتمام التمام. ولكن انا لاحظت حاجه، العلافة بتاعتها تقريبا بتاكل كمية صغيرة جدا جدا جدا. انا مش قلقان ان هي بتاكل طالما زي ما انت شايف كده بتشرب، وانا بحط لها لقمة ناشفة، بحط لها بقدونس، بحط لها اي حاجة، فانا مش قلقان ان هي ما بتاكلش. المهم ان هي بترضع وبتاكل وبتشرب زي ما انت شايفها كده. واحد يقول لي طب ايه اللي في دماغها من فوق ده يا عم عصام، ده جرب ولا ايه؟ لا يا جماعة خد بالك، في فرق بين الجرب وفي فرق بين احتكاك العلافة. ده بيبقى من احتكاك العلافة. هتلاقي ارانب من الحتة دي كده اهي، من الحتة دي بتتنحل، ده بنقول عليه علافة. الجرب ما بيجيش هنا، الجرب بيجي هنا كده على البوس، يبقى ده بنقول عليه ايه؟ احتكاك العلافة. يبقى الحمد لله الأرنبة البكرية ولدت ورضعت وتمام التمام والحمد لله. طيب نبص على الأرنبة التانية اللي ولدت اهي. بص حضرتك، دي اللي كانت والدة مع الأرنبة البكرية، وقلنا هنشوف الأرنبة الأم ولا الأرنبة البكرية. اتفضل كده الحمد لله برضو. بص حضرتك، ادي الارانب رضعة وزي الفل والحمد لله مفيش اي مشاكل ولا اي حاجة. يبقى كده حضرتك طالما الام ولدت ونتفت ورضعت، كل ما عليك ان انت بتعمله ان انت بتراجع كل يوم الارانب
وتشوف الصغير وتشوف الكبير اللي رادع من اللي مش رادع، وبتعمل عملية تبادل وتوفيق مع الأرانب. يعني إيه؟ يعني بص حضرتك، الأرنبة دي ولدت في نفس التاريخ، والأرنبة دي كمان أهي بص كانت والدة برضو، ولدت بس بعدهم بيوم، يوم 24، ودي كانت يوم 24، ودي يوم 24. طيب يبقى الأرانب دي لما كلها تولد في تاريخ واحد، احنا بنعمل ايه؟ انا بشوف الام ممكن اللي جايبه عدد كبير انقصها، اخد منهم واديها للام اللي العدد بتاعها قليل. لو ام الرضاعه بتاعتها ضعيفه وبترضع ضعيف، ابدا انقل عيالها للام التانية اللي بترضع عيالها جامد، وهكذا. اوعى تفكر ان انت لما بتشيل ارانب من الناحيه دي وتحطهم من الناحيه دي والكلام ده كله ان ده هيأثر على الام، لا، ولا بيأثر ولا حاجه. اهو دي حضرتك اهي برضو ولدت معاهم في نفس التاريخ، ادي عيالها هم. بص حضرتك، الناس اللي بتقول اللبن ازاي نعرف الام رضعت، بص كده، استنى يا ابني، بص اللبن باين اهو في بطن اهو، بص حضرتك باين في بطن العيل الصغير. فما فيش مانع ان احنا بنبدل في الارانب. لو لقينا ام زي دي مثلا جايبه 8 وام زي دي مثلا جايبه 8 بفرض كده، بس في الام دي ارنبين مثلا حجمهم صغير، بعمل ايه؟ اخد الاتنين اللي حجمهم صغير دول واوديهم للام التانية مع الاحجام نفس الاحجام وابدل. يعني انت لو تلاحظ الارنبة دي لما ولدت وفرجتك على الولدة بتاعتها ما كانتش فيها الاسود ده. طب انا عملت ايه؟ الارنبة دي كانت ولدت كله اسود، اغلبه اسود، خدت من الارنبة السودة دي ومن عيالها حطيت لي دي، وخليت كل الارانب تبقى متناسقة في الاحجام، يعني احجام واحدة. خليك ناصح واشتغل وما تخافش، وان شاء الله ربنا هيوفقك. هي دي ميزة يا جماعة ان واحد بيلقح اكتر من ام في يوم واحد. اتمنى اكون فدتك في الفيديو، لو عجبك يا ريت تشيره، يا ريت تعمل لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.